يا صباح الخير والسعادة على عيون أجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طبق بطاطس تقريبا كده هتجربوه مرة وهتعملوه كل يوم. طريقته سهلة وبسيطة وكمان مكوناته تقريبا كلها هي حبيتين البطاطس اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فكرة بسيطة وحاجة لمسة بسيطة خالص هنعملها مع طبق البطاطس ده، هتاخد طعمه في مكان تاني خالص. لو أول مرة بتشوفوني أنا رنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناة، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. ويلا حالا نبدأ في طبق البطاطس الجميل جدا ده. معايا هنا حبيتين من البطاطس، وتقريبا كده هي دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها في وصفة النهاردة. يعني لا هنضيف اي خضار تاني ولا هنجيب اي مكونات خزعبلية. هبدأ ان انا اقشر البطاطس بتاعتنا بالقشارة كده. انا بحب دايما ان انا اقشر البطاطس بالقشارة عشان بتطلع طبق رقيقة خالص من البطاطس. طبعا لو عايزه تزودي الكميه براحتك انت، فانا عملت بس طبق واحد كده صغير، لان انا عندي طبق اصلا اكل، بواقي اكل في التلاجة، فايه عملت حاجه ايه جديده بس كده تكون مختلفه جنب الاكل اللي عندي. وطبق البطاطس ده على فكره ينفع للغداء او للعشاء، او يا سلام كده الجوع اخر الليل. لو لقيتوا نفسكم عايزين تاكلوا حاجه كده طعمها حلو وكمان سهله وبتتعمل تقريبا في اقل من 5 دقايق، يبقى طبق البطاطس ده هتقوموا تعملوه على طول. بعد ما قشرت البطاطس غسلتها كويس كده تحت الحنفية، وبدأت ان انا اقطعها مكعبات. في الوصفة دي ما ينفعش اي تقطيعة تانية، يعني لا ينفع نعملها شرائح ولا ينفع نعملها صوابع، لازم تتقطع مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعت البطاطس كلها بنفس الشكل ده كده زي ما انتوا شايفين مكعب صغير، هجيب كده بولة فيها شوية مية وهنزل بالبطاطس. مش هضيف ملح هنا على فكرة، ولا هسيبها منقوعه في ميه ولا حاجه، انا بس يدوب نزلتها كده في شويه ميه، او ممكن تغسلوها كده تحت الحنفيه في شويه ميه كمان وخلاص. في طاسه بقى على النار هضيف فيها كده شويه زيت مش كتير، حوالي بس كده نص كوبايه من الزيت. الزيت يسخن كويس، وبعد كده هبدا ان انا اصفي البطاطس وانزل بالبطاطس في الزيت. بحب كده دايما لما اجي احمر البطاطس او اعمل اي اكل على البوتاجاز، بجيب طبق كده وبحط فيه مثلا المصفى اللي انا بقلب بيها، المعلقه، الشوك، اي حاجه انا بستعملها بحطها في الطبق علشان ما نحطهاش على البوتاجاز وبعد كده نرجع نشيلها من على البوتاجاز نحطها في الاكل تاني. هحمر البطاطس وهي تقريبا كده تعتبر استوت، يعني هي في الوقت ده كده تكون مستويه، لان اصلا المكعبات صغيره مش كبيره. اللون الذهبي الحلو ده مش عايزاه اغمق من كده، انا عايزه يكون لونها ذهبي. طبعا هي في قطعه وقعت على البوتاجاز والبوتاجاز بتاعي نضيف، فعادي اخدتها وحطيتها في الطبق عادي خالص. بعد ما حمرتها اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، هاخد كده الزيت اللي موجود في الطاسه افضيه في اي حاجه خارجيه. مش برمي الزيت ده على فكره، انا باخده بقى اطبخ بيه. معلقه زيت واحده بس صغيره اللي هتتبقى في الطاسه، في نفس الطاسه اللي احنا قلينا فيها البطاطس. معلقه كده من التوم، حوالي 5 فصوص من التوم، عايزه التوم يدوب لونه بس يصفر. بعد كده هنزل بمعلقه صغيره خالص من الشطه الحمراء المطحونه، ولو ما عندكيش قصدي الشطه الحمراء المخروطه. لو ما عندكيش شطه حمراء ممكن على فكره نستغنى عنها ونستخدم بدلها شطه حمراء مطحونه اللي هي الناشفه، او بابريكا. هنا بقى ضفت معلقه صغيره من البابريكا والكزبره الناشفه ورشه فلفل صغيره بس، وهديهم تشويحه، مش هسيبهم على النار، ده يا دوب هقلب التوابل دي مع الشطه والثوم تقليبه واحده بس، ونار هاديه جدا. هبدا ان انا اقلب البطاطس، عايزاها تشرب من التوم كده والتوابل اللي احنا ضفناها. هنا لقيت معلقه الزيت اللي انا سبتها كانت صغيره جدا، فضفت كمان معلقه كمان صغيره، وهديها تقليبه وبسيبها على النار اقل من دقيقه، يا دوب بس كده البطاطس تشرب من التوابل ومن الشطه ومن التوم، وبنزلها. مش بتستوي تاني على النار ولا اي حاجه، لان كده كده اوريدي البطاطس اصلا مستويه.
وانا على فكره ما ضفتش ملح خالص لا على البطاطس وهي قبل السوا ولا بعد السوا، لان الشطه الحمراء المخروطه اللي انا ضفتها دي عليها ملح، وانتوا عارفين ان البطاطس مش بتاخد ملح كتير، يعني اقل شويه ملح بيأثروا في البطاطس. وبس كده، بعد ما قلبتها تقلبتين كده في التوابل ومع التوم، بدأت ان انا اقدمها وهي كده خلاص الوصفه بتاعتنا خلصت. يا سلام بقى مع رقاق او مع عيش، بتكون طعمها تحفه. انا عن نفسي تقريبا كده اكلت نص الطبق وانا بصور من كتر جمالها وريحتها الحلو. وفعلا سلفتي بتقولي من تحت انت عامله ايه، في حاجه انت طبخها ريحتها حلوه، قلت لها والله دي بطاطس اللي انا عاملاه بجد، على فكره ده حصل مش مبالغه. وكده خلاص الطبق بتاعنا جاهز. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه، وهسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.